يعني كل تصريحات الثوار يعني تظهر مدى إصرارهم ومدى ثباتهم في هذه المعركة، ولكن أيضا تشير إلى وجود خلل ما كما ذكرت وإلى حلقة مفقودة. يعني الرأي الغالب يتركز على ماذا؟ أي نظرية، يعني أي فرضية حول هذه الحلقة المفقودة في عمليات الناتو؟ لا أريد أن أكون قاسيا في ضبط في الاتيان بمصطلحات قد لا تخدم الموقف. هذه الأسئلة لم يعد يسألها مختصين، يسألها عوام الناس. الذي يحدث الآن على الأرض هناك مسائل غريبة تبدو. يعني لا نستطيع أن نفهم على الإطلاق موقف حكومة الجزائر، لا نستطيع أن نفهم. بالأمس وشاهد عيان يقول لي بأنه 500 سيارة دفع رباعي دخلت من الجزائر. يعني ما الذي فعله الشعب الليبي لحكومة الجزائر حتى يعاقب هذه العقوبات؟ وعلى ماذا تدافع حكومة الجزائر؟ هل تدافع عن أسرة منشقة عن المجلس الوطني الانتقالي؟ آخر ما أريد أن أقول أنه على المجلس الانتقالي، وربما يكون قد فعل، أن يطلب تطبيق القرار 1937 في شقه الثاني، وهو اللجوء إلى الدولة أو دول بعينها لتحقيق حماية المدنيين، وهذا ما يوجبه أو ما يسمح به قرار مجلس الأمن. ولكن فقط بالنسبة لما يتعلق بمثل ما قاله رئيس الوزراء الجزائري عندما سئل عما يجري في ليبيا ولماذا لا تتدخل الجزائر بشكل واضح فيما يجري في ليبيا، قال: نحن أولا نهتم بشأننا الداخلي، فعندما كان يذبح الجزائريون في التسعينات لم نسمع أحدا يتكلم عن الوضع في الجزائر، وبالتالي موقف الجزائر واضح مما يجري في ليبيا على مستوى الجامعة أو مستويات أخرى، وبالتالي وأن هناك إشاعات تحاول أن تورط الجزائر في ليبيا. هل أنتم مستعدون لفتح جبهات أخرى غير الوضع الداخلي مع دول الجوار؟ ليس هكذا تكون الإجابة، ليس هكذا يكون سؤال الوزير الجزائري. لا يستطيع أحد في العالم العربي وفي الجزائر بالذات، نحن تربطنا بالشعب الجزائري علاقة عميقة. لا أريد أن أتحدث عن حرب التحرير عندما كانت ليبيا بفقرها تدفع والمتطوعين وهناك شهداء ليبيين في الجزائر. مسألة الثمانينات أو التسعينات في الجزائر مسألة داخلية، نحن لم نتدخل في الشأن الجزائري، لكنهم تدخلوا في شأننا وأرسلوا مرتزقة وطائرات هبطت في مطارات ليبيا، والآن يبعثون. هل تملكون أدلة؟ قول واحد: نملك أدلة وسنثبتها فيما بعد إذا ما أريد لمحكمة الجنايات الدولية أن تكون الجزائر طرفا أو قادة الجزائر أو من ساهم طرفا في مسائل الإبادة الجماعية للشعب الليبي. الجزائر الآن طرف فيه بتمويلها بالنفط وبالسيارات وبالطائرات التي جلبت المرتزقة. هذه شهود رأوها رأى العين، لا تخطئها العين. ونحن شكرا. أشكرك الناشط الحقوقي المعارض محمد العلاقي، شكرا جزيلا لك. شكرا.